ممثل، مخرج، رابر، وفي بعض الاحيان سيناريست ومؤلف كمان. فاحنا قدام راجل استثنائي، مش شغلته انه يمثل او يخرج بس، هو راجل شغلته الابداع بشكل عام. اي حاجه فيها كرياتيفيتي هو راشق فيها. ميكي عمل ابجريد كبير وغير مفهوم للكوميديا عندنا، ده غير انه كان شراره شهره الراب في الميديا. في كل لفه عقرب ساعه عمري بيتسرسب بيعدي. فانا ادعي بصراحه ان احنا بنحب احمد مكي لدرجه اننا عاملين نفسنا مش واخدين بالنا ان مستواه عمال بينزل سنه بعد سنه. فتعال نشوف مكي بدأ ووصل للبيك ازاي، وهل فعلا هو مستواه بينزل دلوقتي ولا لا. بس قبل ما نبدأ الحلقه يا ريت تعمل لايك وسبسكرايب لو مش عامل، وبس كده يلا بينا نبدأ. ميكي بدأ مسيرته كممثل في 2001. كل الاشياء العظيمه تبدأ من 2001 حتى انا. المهم اول فيلم شارك فيه كان ابن عز، وكان مع الراحل علاء ولي الدين، وكان يعني كومبارس متكلم. بعدها شارك في حلقه في سيت كوم شباب اونلاين، وكان السواق في الفيلم المحبب الى قلبي فيلم تيتو. بس البدايه الحقيقيه لميكي كانت في سيت كوم تامر وشوقية، بدايه الانطلاق لشخصيه غزت الدنيا في الوقت ده، وهي شخصيه اتش دبور. لما تسمع احمد مكي وهو بيتكلم عن ازاي حضر الشخصيه دي تفهم قد ايه الراجل ده مجتهد. بكتب كل شخصيه تاريخ من يوم الميلاد لحد اللحظه اللي انت بتشوفها عشان يبقى حقيقي، عشان تقدر تطلع الفاظ خاصة بيه، يبقى عنده فعل حركي خاص بيه، ذاكرة انفعالية خاصة بيه، إيمانه بحاجات تبقى باينة في الكلام، لزماته، نبرة صوته، طريقة مشيته، طريقة وقفته، كل الكلام ده عشان يظهر ويبقى حقيقي وصادق لازم يكون ليه تاريخ. والكاركتر كان جامد لدرجة ان الزعيم عادل امام طلبه بنفسه في فيلم مرجان، وبعدها شارك في فيلم عظيم زي عمارة يعقوبيان. وكونك تعدي من قدام الكاميرا في فيلم فيه الكم ده من النجوم ده انجاز بصراحة. المهم ركز معايا في اللي جاي، لان مكي من 2008 بقى بطل فيلم من بابه، وتقريبا مكي من اسرع الناس اللي وصلت من كومبارس لبطل. والبطولة دي كانت في فيلم اتش دبور. والغريبة ان الفيلم ما فشلش خالص رغم كونه في موسم تقيل ومليان نجوم. يعني الموسم ده كان فيه اسف على الازعاج وحسن ومرقص وبوشكاش وكابتن هيمو، وقدر ان هو يوصل للمركز الثالث في الايرادات ب 14 مليون جنيه، وده رقم ضخم بالمناسبة، يعني بيساوي اكتر من 2.5 مليون دولار. والفيلم اساسا يعني كان له بادجت، فكانت بداية قوية جدا. يا عمي انا مش قافش والله، انا مش قافش والله، بس في 2009 مكي عمل فيلم طير انت، اللي كان طفره في الكوميديا بالمعنى الحرفي. وبغض النظر انه مقتبس من فيلم بدازلد، بس مكي عمل شخصيات كانت كل الناس قادره تريليت ليها ساعتها، من اول الفنان النحنوح والواد الفرفور بتاع الجيم والعضلات والخليجي بتاع الافيهات، كلها شخصيات كان سهل تشوفها ساعتها ودلوقتي والله يعني. والموسم ما كانش سهل برضه. تامر حسني كان مكسر الايرادات بفيلم عمر وسلمى الجزء الثاني، وحلمي كمان كان في البيك بتاعه في فيلم الف مبروك. بالرغم من ده كله قدر انه يحقق 16 مليون جنيه ايرادات، ومن تاني بطوله بس ميكي بقى نجم ومطلوب من الجمهور، وبقى ورقه رابحه للمنتجين. فيتم انتاج المنتج العظيم اللي اسمه لا تراجع ولا استسلام. الفيلم ده كسر الدنيا. يكفي ان اقول لك ان عسل اسود بعد شهرين من نزوله كان جايب 26 مليون جنيه في نفس الموسم. ميكي في شهر واحد بس كان جايب 22 مليون. وشخصيه حزلقوم بقت تريد مارك والناس حبتها جدا، وافات الفيلم ده انتشرت كان نار في الهشيم. انا لسه فاكر كم السيرش وكم اللينكات الفيك اللي كانت بتبقى موجوده علشان تروح تتفرج عليه. فكان عامل حاله مش طبيعيه يعني بصراحه. حسام ايوه هات لي الحبايه من على الجمل بسرعه. وميكي ما سكتش على كده، لا، في نفس السنه يبدا المسلسل الاسطوري الافضل من نوعه على مر التاريخ من وجهه نظري، وهو مسلسل الكبير بجزءه الاول. المسلسل اتشاف كويس جدا وابهر الناس لانها ما كانتش متوقعه ان ممكن يجي ضحك من مسلسل صعيدي، مسلسل ولهجه صعيدي يعني طار وغم ونكد. فجه ميكي بالكبير وغير الكليشيه ده غير التباين اللي بين شخصيه الكبير وجوني كان جايب ضحك كبير جدا. ده غير ان هو كان كل كام حلقه بفكره اجمد من اللي قبلها. فاختصارا كان حاله وناس اتعلقت بيه قوي، فكان طبيعي انه يتعمل له جزء تاني. امريكاني وانا مزاريطي وممكن ازاريط اعلي فيه. بس على مستوى السينما وبعد الثوره نزل فيلم سيما علي بابا، والفيلم ما كانش وحش قد ما هو ما كانش مناسب للفتره دي. يعني بعد الثوره والناس مش طايقه نفسها وكلها مشغوله بالسياسه والمستقبل اللي مش باين له ملامح، تقوم تنزل لي فيلم فيه فكره جديده، هو انه حكايتين في فيلم واحد، وواحده منهم فيها ديك وواحده فضائيين. فالناس شافت ان ده عبث، والوقت كمان ما كانش مناسب في فكره السينما نفسها. انا ممكن اتفرج على حاجه ترفه عني في رمضان بس في بيتي، لكن وسط اللبش وعدم الامان ده وعايز ننزل واروح السينما عشان احضر فيلم غريب، اكيد مش هعمل كده. فالفيلم فشل ذريع وجاب 7.5 مليون كايرادات. مع السلام الوطني لكوكبنا العظيم. يا كوكبنا، يا كوكبنا، يا كوكبنا، يا كوكبنا. العبط ده. واللي زاد الطين بله انه نزل بعدها فيلم هو الاسوأ في كارير مكي، وهو فيلم سمير ابو النيل. والسينما اصلا من بعد الثوره كانت مضروبه بالجزمه، يعني اعلى فيلم في الموسم كان تتح وكان جايب 11 مليون، وجي بعده سمير ابو النيل ب 8.5 مليون. فبعد ما كان مكي بيجيب ارقام مهوله ايراداته نزلت للربع تقريبا. فمكي عمل حركه ذكيه بصراحه في الوقت ده، وهي انه عزف تماما عن السينما لما لقاها مش جايبه همها وبتاذي كاريره اكتر من ان هي بتفيده، ومسك في اكتر حاجه جابت له نجاح وهو مسلسل الكبير، وعمل منه 3 اجزاء في 3 سنين متتاليه، وكان دايما بيبقى من الاعلى مشاهده في المواسم دي.
وفي 2017 فصل عن الكبير ونزل بمسلسل خلصانه بالشياكه مع شيكو وهشام ماجد. المسلسل كان حلو بس ما نجحش بالقدر المطلوب يعني، وده لانه مسلسل غريب على رمضان. الناس في رمضان بتبقى عايزه حاجات اخف من كده. وبعد المسلسل ده دخل مكي في موجه تعب شديد جدا واتصاب بفيروس في الكبد وفضل شهور راقد في السرير، وخس في الفتره دي اكتر من 30 كيلو، وده كان سبب ان هو يبعد عن الشاشات لمده دامت حوالي 4 سنين. لما عيت جالي فيروس وقعدت راقد فيه كتير، ده قرب سنه ما بتحركش، كنت نازل 30 كيلو وكان ضرب لي الكبد والطحال وكنتش بعرف ابلع حتى الميه. الف سلامه. الله يسلمك. وكان الكبد لما يضرب يعني بيعمل مشكله، ممكن ينامك 18 ساعه في اليوم زي الغيبوبه. لحد ما رجع في مسلسل الاختيار الجزء الثاني ونعمل ومن بعده مكي ما بقاش عايز يغامر فنيا، او بمعنى اصح دخل في مرحله الكومفورت زون. والسنه دي هي ثالث سنه على التوالي ينزل بالكبير. ومش دي المشكله، محدش فينا ما بيحبش المسلسل ده ومالوش ذكريات معاه. المشكله ان مستوى المسلسل كل سنه بينزل عن الثانيه، رغم انه يجي منه اكتر من كده بكتير. بس المسلسل خد نهج سيء جدا وبقى معتمد اعتماد كامل على الترندات، يعني لايفات التيك توك وسكويد جيم وغيرهم. بقت تحس ان هو مسلسل نرم، وده لانه بيبقى بيتكلم عن الترند في الفتره اللي هو بيصور فيها. فعقبال بقى ما يخلص والمسلسل ينزل يكون الترند ده قدم. الحياه دلوقتي بقت اسرع بكتير من زمان، والمشكله دي كبيره بالنسبه لمكي، لان مكي في اخطر مرحله سنيه لاي فنان. هو دلوقتي عنده 45 سنه، فلا عارف يكمل في الكوميديا لانه بشكل كبير فقد اتصاله بجمهوره الاساسي واللي هو فئه الشباب، ولا عارف يغير جلده لان هو خايف يفشل، فعايز يفضل في السيف زون ما يجربش اي حاجه جديده. وده مش مكي اللي احنا نعرفه. مكي كان بيجيب الفكره ويطلعها ترند، مش العكس. زي مثلا حلقات كره القدم الامريكيه اللي كانت في الاجزاء اللي فاتت، كانت جامده جدا والناس كلها حبتها. فاللي مستغرب له ان هو لغايه دلوقتي لسه عنده كتير قوي، وده ظهر في كليب ولعانه السنه اللي فاتت، واللي كان مبهر على مستوى الراب وعالمي على مستوى الفيجوالز. مفيش فريم بيعدي من غير نكته بصريه. وفي علاقه غريبه جدا لسه واخد بالي منها دلوقتي، ان مكي كل ما مستواه يعلى في الراب يقل في التمثيل او في الاعمال الفنيه اللي بيقدمها. دي نظريه انا لسه عاملها دلوقتي. انا ناسي اساسي، مش ناسي 100 بس وتماسي على حبهم من ساسي راسي. وهنا خلينا نسأل سؤال، هل المستوى هيفضل ينزل لغاية ما مكي يتحرق زي محمد سعد مثلا؟ من وجهة نظري صعب، لأن مكي أذكى بكتير من محمد سعد، بس هيخش في دوامة التكرار والحلب لحد ما يجي في نقطة مثلا ويقرر إن هو يغير المسار ويروح للأكشن. هو ما شاء الله جسمه مساعده يعني، أو يعمل أعمال جماعية فيها أكتر من نجم، أو يحصل طفرة، وده صعب جدا وشبه مستحيل إنه يطلع بشخصية جديدة أو يعمل مسلسل كوميدي ويضرب جامد ويفتح له سكة جديدة كمان بدل الكبير. في كل الأحوال أنا بحب الراجل ده وهتفرج على الجزء الجاي من الكبير، وده لأن مفيش مسلسلات كوميدية عليها القيمة نازلة السنة دي، وأتمنى إن المسلسل يخيب ظني ويبقى مبهر. بس يفضل السؤال قائم، هل المسلسل اللي خلى مكي يكون ايكون للكوميديا هو اللي هيقضي عليه في يوم من الايام؟ لو عندك اجابه قولها لي تحت في الكومنتات. وبس كده، لحد هنا تبقى الحلقه خلصت. فلو الحلقه عجبتك ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وتقولي رايك في الكومنتات. سلام.